مثل ما قلت لكم لفيناها من الاطراف. هلا برجع باخدها بالشكل هاد، بقلبها، بصفها الصينية مع الباقي. كمل، عندي بقيان واحدة راح ارجع اعملها، لانه بتصور انه الفيديو قطع مع القطعة الاولانية. اخذنا طرف سمكناها من الارضية، راح اضيف تقلوبات واللحمة، برجع بضيف الرز وبازاليا، حاول اني اعبيها. نرجع بنرد الاطراف هيك بهالشكل هاد. رصة باخدها وبحطها بالصينية من شان نشويها. طبعا هلا هي مدهونة بالسمن من جوا ومن برا، ما بحاجة لاني ارجع ادهنها حتى ما تتعبى سمن معي. هلا هيك رح ناخدهم، صارت موجودة بالصينية، بس ناقصها شوية تحمير حتى تتحمر وتصير جاهزة معانا. هلا رح احطها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، بس شي انه تصير معانا شقرة بنشيلها من النار، شغلة 10 دقايق بتكون خلصت. هلا بالنسبة للأوزي صارت جاهزة، طلعتها من الفرن هلا من أروع ما يكون منظرها محمرة. رح اخدها، عندي هذا الجاز اكبر من اللي جبته بالاول، باخد احاول ازينها. طبعا هاي عندي قطعة، هيدي القطعة الثانية. زينها بالوردة كمان هيك. باخد كمان عرقين بقدونس عشان بقية الزينة. هيك صار معنا. طبعا هلا هيك صار معانا صحن أوزي رائع جدا، طعم طيب، اكيد راح تجربوه وتشوفوا كيف الطعم. هلا هيك حطينا اللبن بجنبه، ممكن نعمل سلطة، ممكن نعمل سلطة خيار كمان ولبن، سلطة خيار ولبن تطلع كتير طيبة. معكم مطبخ مدام ابتسام، اهلا وسهلا فيكم، وصحة والف عافية.